السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نشاهد في تلفزة جزائرية وهم يسبون المغرب كعادتهم، عادي عندهم هذا الشيء يوميا ويتهمونه أنه يدخل المخدرات إلى الجزائر بدون أي دليل، بدون أي شيء، أن الجزائر مغلوبة على أمرها مسكينة، لا تنتج شيئا، لا حبوب مهلوسة ولا مخدرات، وأن كل شيء خبيث يأتيهم من المغرب. سبحان الله العظيم. ونشاهد ونستمع، ولا تنسوا تعليقكم وآراءكم، وشكرا لكم. بأن يتم تهريب هذه المخدرات دائما عبر الحدود الغربية أمام معطيات كثيرة، من بينها قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب. رئيس الجمهورية كان قد أشار بأن قطع العلاقات هو لتفادي الذهاب إلى الحرب، وهو ما كان في حوار له مع جريدة لو فيغارو. أمام هذه المعطيات، هل المغرب فعلا لا يمكنه إيقاف تهريب هذه المخدرات نحو الجزائر، أم أن هذا الأمر يخدمه إدخال هذه الكميات من المخدرات إلى الجزائر؟ تحدثت بأننا نواجه حرب ممنهجة من خلال قراءة الأرقام. الآن خلينا نروح إلى بعض من التفاصيل أو إلى تسليط الضوء على نقاط أخرى. أولا، ندرك جيدا بأن الاتجار بالمخدرات وفقا للتقارير الأممية، وفقا كذلك للتقارير الأوروبية، أصابع الاتهام توجه إلى نظام المخزن المغربي بأنه يرعى ويقف وراء هذا النشاط، وبدليل أن هنالك حتى شرعنا في زراعة القنب الهندي تحت مسميات واهية، ولكن في ذات السياق هنالك مداخيل وكذلك عائدات رسمية بلغة الأرقام وفقا للمنظمات الدولية وكذلك الإقليمية التي تؤكد هذا المسألة. هذا من واحد. اثنين، من خلال كذلك العديد من التقارير الأمنية وكذلك المراكز الدراسات كانت كذلك توجه أصابع الاتهام بأن من بين عائدات الاتجار بالمخدرات ونشاط جماعات الاتجار بالمخدرات تتحالف عضويا مع نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومنها تجد مساحات ومسارات آمنة للولوج إلى عديد من الدول في المنطقة وليس فقط الجزائر. أما العملية هي ممنهجة وعملية كذلك موجهة في إطار استهداف الجزائر وضربها، سواء كان في إطار الاستهداف الاجتماعي أو كذلك في إطار الاستهداف الاقتصادي، وبدليل بأنه كل النتائج وحتى من خلال التغطيات الإعلامية لعمليات حجز مثل هكذا مواد، وحتى كذلك من بين الأشخاص والتجار التي يتم توقيفهم في كثير من الأحيان نجد أن هنالك موقوفين من جنسية مغربية. لما نشوف بأنه في تقريبا في سنة 2022 أكثر من 2000 تاجر مخدرات تم توقيفه، أي بمعيار 168 شهريا، لأنه للأسف دولة الجوار لا تراعي مبدأ الجوار بقدر ما أنها تستنفر وتستنزف أموال كبيرة جدا في إطار استهداف الجزائر والمساس بأمن واستقرار الجزائر. التقارير الأوروبية تتحدث بلغة يعني ما أقول بلغة خشنة في إطار إدانة الجرائم التي يرتكبها نظام المخزن المغربي في مجال الاتجار بالمخدرات، لكن كذلك لا يوجد هناك مواقف علنية واضحة تطالب بكبح جماح هذه المسألة أو بحتى فرض عقوبات. بالتالي هناك عمل كذلك على المستوى الدولي.